لو أنت بتسوّق مشروع في التجمع الخامس، فأنت عارف كويس أوي إن المنافسة هناك مش زي أي مكان تاني. العميل بيشوف إعلانك وبعديه ب3 ثواني يشوف إعلان لمشروع تاني جنبك على شارع ال90. السؤال اللي كل الشركات العقارية بتتصل بيّا عشان تسأله هو واحد بس: إزاي أتميّز، إزاي أنافس، إزاي أكون أنا الصوت الوحيد اللي العميل بيسمعه وبيثق فيه. وباقول لهم: يا جماعة قلّلوا صرف شوية، المكسب الحقيقي والتنافس الحقيقي في استراتيجية أو طريقة التواصل نفسها. في الفيديو ده هادّيك خطة عمل من 4 إيميلات مش بس هتخلّي العميل يرُد عليك، ده هتخلّيه هو اللي يطلب يقابلك. وخلّي بالك أنت مش هتبيع بس، أنت هتتعلّم إزاي تبني ثقة بينك وبين العميل، بحيث يشتري منك أكتر من مرّة ويجيب لك معارفه كمان. كل يوم بيعدّي من غير ما تبني قاعدة بيانات متقسّمة صح ومعاك طريقة اللي تتواصل بيها مع العملا، هي فلوس بتترمى على الأرض وبتستغني عن الحصة التسويقية بتاعتك أو حصتك من سوق العقارات لصالح المنافس بتاعك. يلا بينا ناخد الطريقة اللي بتتكون من 4 إيميلات. أول إيميل خدها قاعدة عامة: أنا عايز أبهره، عايز أخطف انتباهه، عايز أثير فضوله. أدي أول قاعدة. عايز العميل يقول واو إيه ده، بس أنا مش هبيع له أي حاجة. طب هابعت له إيه؟ هابعت له صورة واحدة احترافية للمشروع بتاعي، الفيديو من 15 ل20 ثانية كده من غير موسيقى من غير أي حاجة، في بقى مشاهد حلوة، في حمامات سباحة، في لاندسكيب، في خدمات مميزة، في خدمات مش موجودة عند المشروعات اللي موجودة جنبي. طب مثلًا عنوانه ممكن يكون إيه؟ ببساطة: لمحة من مشروعنا الجديد في التجمع الخامس، أو أحدث مشروعاتنا أو المراحل الجديدة من المشروع الفلاني بالتجمع الخامس. قاعدة عامة لأول إيميل بغض النظر عن المثال اللي أنا اديته لك، هو إني أخطف انتباه العميل بس ما بيعلوش أي حاجة. الإيميل التاني ما بيبقاش في نفس اليوم ولا تاني يوم، بيبقى في فرق 48 ساعة، 3 أيام، بيبقى عبارة عن أرقام. يعني إيه؟ يعني باجاوب على أسئلة منطقية بتدور في ذهن العميل: بكام؟ طب أنظمة السداد إيه؟ على كام سنة؟ يبقى العنوان هيبقى إيه؟ تفاصيل وأسعار، وتحط له سعر أقل وحدة سكنية، وتحط له مساحات من إلى. طب يبقى المحتوى هيبقى إيه؟ يبقى المساحة، السعر، المقدم، القسط. مساحة 200 متر، سعر 5.000.000، المقدم 500.000، القسط على 7 سنوات. الإيميل التالت بقى هو بناء الثقة والشغف لدى العميل. طب إزاي؟ مش فاهم. أولًا أنت بتسيب 3 أيام لأسبوع، 10 أيام بين الإيميل التاني والتالت. الهدف من الإيميل ده بتبقى إن أطمن العميل وأثبت له إن المشروع حقيقي والعمل قائم. يعني هابعت له إيه؟ هابعت له فيديو أقل من دقيقة، حتى لو هاصوره بالموبايل من موقع المشروع، من قلب الموقع. طيب هاكتب له إيه؟ اكتب له بقى: شاهد بنفسك، تحديث من موقع الإنشاءات أو من موقع المشروع، واكتب له اسم المشروع بالتجمع الخامس. ماشي، بس المحتوى ممكن يكون إيه؟ ولا حاجة. هتكتب له: مرحبًا أستاذ فلان، هذا تحديث سريع من موقعنا اليوم في التجمع الخامس. زي ما أنت شايف انتهينا من بناء الواجهات وبنعمل الآن على التشطيبات الداخلية، أو انتهينا من المرحلة الأولى وبدأنا المرحلة التانية. هنا باطمئن العميل، هنا بابني الثقة معاه، هنا العميل بيشوف بعينيه إن المشروع قائم وشغال ومش واقف وإنه فلوسه مش هتروح. الإيميل الرابع بيبقى يعني في فرق بينه وبين الإيميل الأول حوالي 3 أسابيع، أسبوعين، أسبوع، حسب القائمة اللي عندك، يعني حسب تصنيف القايمة اللي عندك، بتفرق من واحد للتاني. طيب الإيميل الرابع ده أنا باسميه كعمرو الفرصة الأخيرة، باحثه على اتخاذ القرار بس بسرعة. أنا باسميها أو الهدف بتاعها: بادّي العميل سبب منطقي ييجي الموقع الآن وليس لاحقًا. طيب بعنوان إيه؟ أنا أحيانًا باكتب له تنويه: آخر وحدتين في المرحلة الأولى بالسعر الحالي مثلًا، ما باحطش أسعار. طب المحتوى ممكن يكون إيه؟ باقول له مثلًا: فقط للعلم، تبقى لدينا وحدتان بالسعر الحالي قبل طرح المرحلة الجديدة بأسعار أعلى الأسبوع القادم. عايز تحجز ميعاد للمعاينة، محتاج تعرف تفاصيل عن الوحدات دي. وباسكت. أنت ما بتضغطش على العميل في المرحلة دي، بس أنت بتدّي له نصيحة لمصلحته، بتقول له في فرصة إنك تشتري بأسعار المرحلة دي، لإنك مش هتعرف تشتري بالأسعار دي في المرحلة التانية، فبتعمل عنده إلحاح.
يبقى الخلاصة إيه؟ أنا باعمل 4 مراحل. الأول بابهره، أدّي له صورة حلوة وفيديو حلو وشكل عام بس ما تشتريش، ما باضغطش عليه. بعدين باوضّح له بالأرقام تفاصيل. تالت حاجة باطمئنه، بابعت له صور تحديثات، صور شهادات عُملا. آخر حاجة باشجّعه وبادّي له عرض. الطريقة دي طريقة تجيب العميل أو تخلّي العميل يتواصل معاك ويحبك وينزل يقابلك وينزل يعمل معاك مقابلة كإنه يعرفك من سنين. هو جاهز، أنت جهّزته، أنت سوّيته عشان ينزل يمضي عقد. الكلام ده مستحيل من رابع المستحيلات إعلان على Google Ads أو Facebook يعمله، مستحيل. ما فيش حاجة بتعمل ده غير الإيميل ماركتينج. طيب هل معنى كلامك إن أنا بالغي الإعلانات المدفوعة؟ أنا ما قُلتش كده. أنا ممكن أجيب الإيميلات والعُملا من campaign على السوشيال ميديا. آخُد الإيميلات وأطبّق ده، فأعمل عملية متابعة للcampaign أو أعمل retargeting، أعيد استهدافهم مرّة و2 و3 عشان أخرّج بيعة أو بيعتين كمان فوق اللي أنا هاحققه من الcampaign. إذًا التسويق عبر البريد الإلكتروني هي أداة مكملة وقوية للإعلانات المدفوعة، مش بديلة الإعلانات المدفوعة. أنا باقول هنا ممكن تحل محل الإعلانات المدفوعة لو أنت already عندك قاعدة بيانات، فبتبيع قبل السوق كله. وكلنا في الشركات العقارية بتاعتنا لما بيجي launch جديد أو بيجي افتتاح مشروع جديد بنبيع عبر البريد الإلكتروني قبل الكامبين اللي حضرتك بتعملها. وكل الشركات الكبيرة العقارية اللي عندها سيستم بيع بتطبق نظام التسويق أو حملات البريد الإلكتروني الأول وتبيع أسرع من الناس اللي بتعمل وتجهز الكامبين. شفت الفرق؟ احنا ما حكيناش قصة، احنا بنينا رحلة كاملة للعميل في 4 خطوات، من إثارة فضول لوضوح لثقة لعقد. دي الطريقة اللي عميل العقارات بيشتري بيها. عميل العقارات بياخد القرار في وقت طويل قوي. دورك انت كمسوق محترف انك تمشي معاه بقى الرحلة دي لآخرها. كل اللي انا قلته لك عن الايميل ماركتنج هيفضل مجرد معلومات لو انت ما طبقتش بايدك. لو انت بتسوق مشروع في التجمع الخامس فانت عارف كويس قوي ان المنافسة هناك مش زي اي مكان تاني. العميل بيشوف اعلانك وبعديه ب3 ثواني يشوف اعلان لمشروع تاني جنبك على شارع ال90. السؤال اللي كل الشركات العقارية بتتصل بيا عشان تسأله هو واحد بس: ازاي اتميز، ازاي انافس، ازاي اكون انا الصوت الوحيد اللي العميل بيسمعه وبيثق فيه. وبقول لهم يا جماعة قللوا صرف شوية. المكسب الحقيقي والتنافس الحقيقي في استراتيجية أو طريقة التواصل نفسها. في الفيديو ده هديك خطة عمل من 4 إيميلات مش بس هتخلي العميل يرد عليك، ده هتخليه هو اللي يطلب يقابلك. وخلي بالك انت مش هتبيع بس، انت هتتعلم ازاي تبني ثقة بينك وبين العميل بحيث يشتري منك اكتر من مرة ويجيب لك معارفه كمان. كل يوم بيعدي من غير ما تبني قاعدة بيانات متقسمة صح ومعاك طريقة اللي تتواصل بيها مع العملاء هي فلوس بتترمى على الأرض وبتستغنى عن الحصة التسويقية بتاعتك أو حصتك من سوق العقارات لصالح المنافس بتاعك. يلا بينا ناخد الطريقة اللي بتتكون من 4 إيميلات. أول إيميل خدها قاعدة عامة: أنا عايز أبهره، عايز أخطف انتباهه، عايز أثير فضوله. أدي أول قاعدة. عايز العميل يقول واو إيه ده، بس أنا مش هبيع له أي حاجة. طب هبعت له إيه؟ هبعت له صورة واحدة احترافية للمشروع بتاعي، الفيديو من 15 ل 20 ثانية كده من غير موسيقى من غير أي حاجة. في بقى مشاهد حلوة، في حمامات سباحة، في لاندسكيب، في خدمات مميزة، في خدمات مش موجودة عند المشروعات اللي موجودة جنبي. طب مثلا عنوانه ممكن يكون إيه؟ ببساطة لمحة من مشروعنا الجديد في التجمع الخامس، أو أحدث مشروعاتنا أو المراحل الجديدة من مشروع الفلاني بالتجمع الخامس. قاعدة عامة لأول إيميل بغض النظر عن المثال اللي أنا اديتهولك هو إن أخطف انتباه العميل بس ما بيعلوش أي حاجة. الإيميل التاني ما بيبقاش في نفس اليوم ولا تاني يوم، بيبقى فيه فرق 48 ساعة 3 أيام. بيبقى عبارة عن أرقام. يعني إيه؟ يعني بجاوب على أسئلة منطقية بتدور في ذهن العميل: بكام؟ طب أنظمة السداد إيه؟ على كام سنة؟ يبقى العنوان هيبقى إيه؟ تفاصيل وأسعار، وتحط له سعر أقل وحدة سكنية، وتحط له مساحات من إلى. طب يبقى المحتوى هيبقى إيه؟ يبقى المساحة، السعر،
المقدم القسط مساحة 200 متر، سعر 5.000.000، المقدم 500.000، القسط على 7 سنوات. الإيميل التالت بقى هو بناء الثقة والشغف لدى العميل. طب إزاي؟ مش فاهم. أولًا أنت بتسيب 3 أيام لأسبوع، 10 أيام بين الإيميل التاني والتالت. الهدف من الإيميل ده بتبقى إن أطمن العميل وأثبت له إن المشروع حقيقي والعمل قائم. يعني هابعت له إيه؟ هابعت له فيديو أقل من دقيقة، حتى لو هاصوره بالموبايل من موقع المشروع، من قلب الموقع. طيب هاكتب له إيه؟ اكتب له بقى شاهد بنفسك، تحديث من موقع الإنشاءات أو من موقع المشروع، واكتب له اسم المشروع بالتجمع الخامس. ماشي، بس المحتوى ممكن يكون إيه؟ ولا حاجة. هتكتب له مرحبًا أستاذ فلان، هذا تحديث سريع من موقعنا اليوم في التجمع الخامس. زي ما أنت شايف انتهينا من بناء الواجهات وبنعمل الآن على التشطيبات الداخلية، أو انتهينا من المرحلة الأولى وبدأنا المرحلة التانية. هنا باطمئن العميل، هنا بابني الثقة معاه، هنا العميل بيشوف بعينيه إن المشروع قائم وشغال ومش واقف وإنه فلوسه مش هتروح. الإيميل الرابع بيبقى يعني في فرق بينه وبين الإيميل الأول حوالي 3 أسابيع، أسبوعين، أسبوع، حسب القائمة اللي عندك، يعني حسب تصنيف القايمة اللي عندك، بتفرق من واحد للتاني. طيب الإيميل الرابع ده أنا بسميه كعمر الفرصة الأخيرة، بحثه على اتخاذ القرار بس بسرعة. أنا بسميها أو الهدف بتاعها بدي العميل سبب منطقي يجي الموقع الآن وليس لاحقا. طيب بعنوان إيه؟ أنا أحيانا بكتب له تنويه آخر وحدتين في المرحلة الأولى بالسعر الحالي مثلا، ما باحطش أسعار. طب المحتوى ممكن يكون إيه؟ باقول له مثلًا فقط للعلم، تبقى لدينا وحدتان بالسعر الحالي قبل طرح المرحلة الجديدة بأسعار أعلى الأسبوع القادم. عايز تحجز ميعاد للمعاينة، محتاج تعرف تفاصيل عن الوحدات دي، وباسكت. أنت ما بتضغطش على العميل في المرحلة دي، بس أنت بتدّي له نصيحة لمصلحته، بتقول له في فرصة إنك تشتري بأسعار المرحلة دي، لإنك مش هتعرف تشتري بالأسعار دي في المرحلة التانية، فبتعمل عنده إلحاح. يبقى الخلاصة إيه؟ أنا باعمل 4 مراحل. الأول بابهره، أدّي له صورة حلوة وفيديو حلو وشكل عام، بس ما تشتريش، ما باضغطش عليه. بعدين باوضّح له بالأرقام تفاصيل. تالت حاجة باطمئنه، بابعت له صور تحديثات، صور شهادات عُملا. آخر حاجة باشجّعه وبادّي له عرض. الطريقة دي طريقة تجيب العميل أو تخلّي العميل يتواصل معاك ويحبك وينزل يقابلك وينزل يعمل معاك مقابلة كإنه يعرفك من سنين. هو جاهز، أنت جهّزته، أنت سوّيته عشان ينزل يمضي عقد. الكلام ده بقى مستحيل من رابع المستحيلات إعلان على Google Ads أو Facebook يعمله، مستحيل. ما فيش حاجة بتعمل ده غير الإيميل marketing. طيب هل معنى كلامك إن أنا بالغي الإعلانات المدفوعة؟ أنا ما قُلتش كده. أنا ممكن أجيب الإيميلات والعُملا من campaign على السوشيال ميديا، آخُد الإيميلات وأطبّق ده، فأعمل عملية متابعة للcampaign أو أعمل retargeting، أعيد استهدافهم مرّة و2 و3 عشان أخرّج بيعة أو بيعتين كمان فوق اللي أنا هاحققه من الcampaign. إذًا التسويق عبر البريد الإلكتروني هي أداة مكملة وقوية للإعلانات المدفوعة، مش بديلة الإعلانات المدفوعة. أنا باقول هنا ممكن تحل محل الإعلانات المدفوعة لو أنت already عندك قاعدة بيانات، فبتبيع قبل السوق كله. وكلنا في الشركات العقارية بتاعتنا لما بيجي launch جديد أو بيجي افتتاح مشروع جديد، بنبيع عبر البريد الإلكتروني قبل الكامبين اللي حضرتك بتعملها. وكل الشركات الكبيرة العقارية اللي عندها سيستم بيع بتطبق نظام التسويق أو حملات البريد الإلكتروني الأول، وتبيع أسرع من الناس اللي بتعمل وتجهز الكامبين. شفت الفرق؟ احنا ما حكيناش قصة، احنا بنينا رحلة كاملة للعميل في 4 خطوات، من إثارة فضول لوضوح لثقة لعقد. دي الطريقة اللي عميل العقارات بيشتري بيها. عميل العقارات بياخد القرار في وقت طويل قوي. دورك انت كمسوق محترف انك تمشي معاه بقى الرحلة دي لآخرها. كل اللي انا قلته لك عن الايميل ماركتنج هيفضل مجرد معلومات لو انت ما طبقتش بايدك.